بسم الله الرحمن الرحيم. يوما بعد يوم تزداد الظروف والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعوبة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه. هذه الحرب أدت إلى جعل قطاع غزة بكل معنى الكلمة منطقة منكوبة، عشرات آلاف الشهداء والضحايا، أكثر من 1,100,000 نازح في مناطق قطاع غزة، انعدام الغذاء والماء والوقود والدواء وغيرها من المستلزمات الحياة. بفضل الله قمنا اليوم 29 من شهر نوفمبر للعام 2023 بإيصال مساعدة أحفاد صلاح الدين عن طريق الأئمة والعلماء في بعض مناطق مدينة سندج في شرق كردستان إيران. وهذه المساعدة مقدمة لأهلنا في مناطق قطاع غزة عن طريق مؤسسة بخشين الخيرية. نسأل الله أن يتقبل منكم هذه المساعدة. ندعوكم لمزيد من الدعم والإسناد لإخوانكم في مناطق قطاع غزة، حيث أن الظروف الإنسانية بالغة الصعوبة. نسأل الله أن يتقبل منكم، ونسأل الله السلامة لغزة وأهلها.